السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات جميعا، أهلا ومرحبا بالجميع. إذا غادي نشوفوا في هذه الحلقة توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمدينة الدار البيضاء. أيضا انسحاب الوفد الجزائري بمعرض الفلاحة بباريس بسبب خريطة المملكة المغربية، والجزائر تنبطح أمام إسبانيا في صورة مذلة لأحمد عطاف أمام وزير الخارجية الإسباني بجنوب إفريقيا. إذا على بركة الله نمشيو للخبر الأول. كيف ديما كل أسبوع لابد أننا نتكلم على هذه النقطة: اعتقال، القبض، توقيف جزائري أو فرنسي من أصول جزائرية. ما كيدوش شي أسبوع إلا وكان نشوفوا وكنسمعوا هذا الخبر، والمشكل أنه تيكون هذا التوقيف صادر عن طبيعة الحال عن مذكرة بحث دولية أي الانتربول. هنا غادي نتكلموا على مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمدينة الدار البيضاء تم التوقيف ديالو، وهو يشكل موضوع بحث دولي صادر من السلطات القضائية الفرنسية لارتباطه بشبكة إجرامية كتنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال. سؤال اللي كيطرح نفسه وكنطرحوه دائما وكيطرحوه العديد من الإخوان: هل أصبح المغرب ملاذا لهؤلاء الهاربين من القانون والمجرمين اللي عندهم جنسية جزائرية؟ متى سيقوم المغرب بفرض تأشيرة على كل واحد كيحمل الجنسية الجزائرية؟ هذا هو سؤال، لان بدينا كنشوفوا واحد الوتيره كبيره غير مسبوقه ديال هاد الجانحين، هادو اللي فارين من القانون مبحوث عنهم عليهم مذكرات بحث، فتيجيو للمغرب بكل سهوله. الامن مشكور كيقوم بواجب ديالو، ولكن الى متى؟ اول حاجه هادشي كيولي انه كيكلف مجهودات كثيره، وحنا مقبلين كيف ما قلنا على تظاهرات كبرى، وان المخابرات الجزائريه تقوم باي ويمكن تقوم باي حاجه للاضرار بالمغرب، خاصه حنا ملي تنشوفوا هاد الخلايا اللي تم القبض ديال عليهم خلايا ارهابيه مؤخرا. فهذه كلها امور خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، وخاص لابد الحزم خاصة من هاد الجنسية الجزائرية. أي واحد كيحمل الجنسية الجزائرية سواء مزدوجة أو غيرها لابد أن تفرض عليه التأشيرة والتحقيق معه ويشوفوه منين جاي وفين غادي وكيفاه، باش نتفاداو كل شيء اللي يمكن أنه يعكر هاد أو يضر بالأمن ديال الوطن. غادي نمشي للموضوع الثاني. كلنا كنعرفوا ان هناك كانت دعوه من طرف ايمانويل ماكرون اللي بعثها لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله للحضور في افتتاح معرض الفلاحه بباريس، ولان المغرب هو ضيف الشرف فهذه الدعوه كانت قدمها ايمانويل ماكرون المكانه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله والمكانه ديال المغرب، وعلى إثر العلاقات اللي أصبحت متميزة بين فرنسا وبين المغرب، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء. فشكون اللي غادي يمثل جلالة الملك محمد السادس؟ هو رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اللي اليوم رفقة الرئيس إيمانويل ماكرون كان الحضور ديالو أثناء قص الشريط اللي بدأ افتتاح هذا المعرض. المعرض كيعرف كما قلنا كيعرف ان المغرب كضيف شرف، يحتفي بالمغرب كضيف شرف. كنعرفوا المغرب فيما يتعلق بالفلاحه وبكل ما يتعلق بالفلاحه والزراعه والتربيه ديال الماشيه، وكذلك ملي كنتكلموا على الخضروات وملي كنتكلموا على الفواكه والعلاقه اللي كاينه نحو الخارج خاصه مع فرنسا والدول الاوروبيه عامه. التصدير ديال المغرب لهذا الشيء والصناعه التقليديه
حتى هي داخله بطبيعه الحال في عندها امور اللي عندها علاقه بالفلاحه، وكنتكلموا على العديد والعديد من الاشياء. المهم ان الجناح المغربي جناح كبير، وكالعاده المغرب يتفنن. كاينه موسيقى ديال الاندلسيه والموسيقى المغربيه بمختلف تجلياتها، وكاين العديد في ذاك المعرض، العديد ديال الجناح ديال المغرب بطبيعه الحال، العديد ديال كي غنسميهم الاماكن، كل مكان باش مختص. ها زيت ارغان، ها زيوت اخرى، ها كذلك الحاجه اللي ديال المغرب ديالنا حنا، وكانوا كيدوروا تمايا. الا ان الوفد الجزائري لما حضر في هذا الافتتاح وهو مغوبش لسببين. السبب الاول هو ان عندهم هما واحد بحال مع احتراماتي للموالين الزريعه، واحد دايرين واحد الحوينيت بحال ديال الموالين الزريعه، جامعين فيه شي قشيوشات، نص ديال نص ماشي ديالهم، تما غير ملقطينهم، حاطين واحد بحال شامبوان، حاطين ما عرفتش شنو عنده علاقه هذاك بالفلاحه، ومغوبشين ومكوكعين. المهم فكانوا غضبانين من المغرب لانه تيشوفوا الجناح ديال المغرب، وعلاش فرنسا تحتفي بالمغرب. المغرب عنده الا دارتو فرنسا كضيف شرف راه جات معاه. المهم غير حطوا المخاريطه ديال المغرب حاطينها تمايا، اخ النوش دايز هو ايمانويل ماكرون كيضحك، عاد داروا هكا، عاد تعقدوا الوفد الجزائري، جاني تليفون او ما ينسحبوا وغادروا تما. امسخت الوالد تالاين غتبقاو تغادروا، هانتوما غادرتوا اليوم، هانتوما غادرتوا البارح، هانتوما غادرتوا ديك النهار، هانتوما غتغادروا ثاني مع بركان. هانتو فين؟ صبروا شويه، ديروا غميضه. ها مصيبه. على العموم الخريطه المغربيه هي البعبع ديال بنو كرغل. وغادي نمشيو لاخر فقره عندنا في هذه الحلقه، غنمشيو لجنوب افريقيا والقمه ديال العشرين اللي كاينه تما، وفاضحين لنا الدنيا. ها هما عيطوا على الكراغله، ها هما عيطوا علينا، هما قال لك فينا اول مره، عيطوا عليكم حيت جنوب افريقيا اليوم وياها عسل على سمن. حنا مالنا اش غادي تمشيو ديروا؟ درتو غير شوها واحد الصوره ديال عطيطيف، ها هو معنق يكب ليهم في القهوه، ها دايرينو بحال السخار تمايا ويدور بحال المهبول. والصوره اللي ادلتهم اكثر ادلال، والخبر اللي جمعها ديال انبطاح امام اسبانيا. وزير الخارجيه ديال الجزائر مشى يستعطف، عطيطيف يستعطف شكون؟ وزير الخارجيه الاسباني. فين هي العين الحمراء اللي كان قال مجيد السلطه؟ مجيد السلطه والبارح كان خرج الحساب الخاص ديالو على اكس كيشكر شي وحدين، ومنهم داك الكاتب ياسمين خضراء وسميتو، وقال بصريح العباره اسبانيا الشقيقه. هذا مجيد السلطه في الحساب ديالو كيذكر اسبانيا بالشقيقه، ما بقاتش اسبانيا الغداره، ما بقاتش اسبانيا النباطحات اللي المخزن، ما بقاتش اسبانيا اللي غادي نخرجوا فيها العين الحمراء. هاد وزير الخارجيه ما خلاو فيه سبان والمنبطح واللي فاعل واللي تارك، الان هما اللي كينباطحوا ليه. واين؟ هل غيرت اسبانيا؟ هل غيرت من موقفها في الصحراء المغربيه؟ لا. هل تغير اي شيء؟ لا. اذا هذه هي السياسه ديال بنو كرغل اللي خبط عشواء، غير كيخبطوا يخبطوا يخبطوا. علاش؟ لان لقاو ريوسهم في عزله. بنو كرغل ما عرفوا وين يصدوا ولا وين يردوا، ما عرفوا ما يديروا. اذا الاخوان ما نزيدش نطول عليكم، هادو ثلاثه ديال الاخبار اللي عندنا في هذه الحلقه. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء.